غالي عادي. عندك مشاكل ان صوتك يطلع؟ لا خلاص يلا. بص يا ستي، نقول بقى من تحت. الرياله من 4 شهور فما فوق بتبتدي الرياله تزيد. لها علاقه او ملهاش علاقه بالسنان، او لها علاقه او ملهاش علاقه بتدخين الاكل. معاكي لحد قد ايه؟ اول سنتين. طيب تطعيم الروتا، لو ما خدتش اول جرعه معاكي لحد ما الخامس يتقفل. 4 في 5 اللي هو 4 اسابيع في الشهر، 4 في 5 ب 20. قبل ما الاسبوع ال 20 يكون خلص تكون بنتك خدت اول جرعه على الاقل. هي ما خدتش خلاص هتاخد الروتا معانا ان شاء الله. طيب شرب الميه معدنيه ولا فلتر؟ بيقول لحضرتك لو عندكم ميه طرمبه عميقه زي الفل، لو جايبه ميه زمزم زي الفل، لو عندك فلتر اللي هو ال7 مراحل والاملاح بتاعته اقل زي الفل، الميه اللي هي فلو اللي مكتوب عليها للاطفال زي الفل. لو ميه الحنفيه بتاعتكم وما بتنزلش تماسيح يبقى حطيها في حاجه ستانلس، سيبيها ساعه ولا ساعتين وخديها ودي للبنت. اغليها ما اغليهاش؟ ما لو انت سبتيها وركنتيها شويه ما تغليش، لو انت هتاخديها وعايزه تغليها وتثبتي امورك عادي. لقيتي النسله او اي ميه من الميه اللي هي المعدنيه اللي بتتركب على الديسبنسر هاتيها من غير غليه واشتغلي بيها عادي خالص. بس عشان الليله دي نعم مش بيبقى فيها املاح؟ هي الفكره ان دي مش معدنيه، المعدنيه الافيان ده اللي هو بمرتب الغلبانه ديت ما تجيبش كرتونه. عارف الافيان؟ نسمع عنه. لا الازازه اللي كانت قد كده من 7 سنين كانت ب 30 جنيه. احنا هنشيلها من الفلتر. انا شاربها بميه الحنفيه حضرتك مجرد على فكره اللي احلى منها قله وتجيبيها وتبيتي الميه فيها لتاني يوم الصبحيه وتاخد السقعيه تديها للبنت. بيقول لك الحاجه الطين اللي هو القله بتعيد ترتيب جزيئات الميه ذات نفسها وتخلي الميه تبقى بتتنفس. بس فدي اللي موجوده بالنسبه لي. خلاص عدم التكريع، بنتك كبرت فكرعتك ما كرعتش ما توجعش قلبك. طريقه الرضاعه اثناء النوم، طالما بنتك بترضع 24 ساعه في 24 ساعه طبيعي 100% ومفيش رضع صناعي ومفيش اي تدخين، حضرتك اعملي كده ونامي على الجنب اللي يريحك وحط البنت من تحت باطك مش على كتفك علشان خاطر ده ما يضغطش على الاعصاب هنا عندك. ما انا اكمل لك اهو. ما هي لو طول ما انت بتعملي كده هتضغطي على اعصابك والدنيا دي متبهدله تدخلك في خشونه. ما عملتيش يبقى انت كده في الامور الطبيعيه. او لو انت بقى من النوع اللي هو ايه اللي هو مفتريه زي حالاتي، انا جسمي وجعني وانا شايل البت، انزل البت مش هيحصل لها حاجه لما تعيط لها دقيقه، بس انا هفضل اعيط طول العمر لو حصل لي حاجه. ماشي؟ الرضاعه الطبيعي بس ما تدخلش ميه، ما تدخلش لبن في الودان. الرضاعه الصناعي تدخلها غصب. فلو هي بترضع وبتتعافى على امها بالليل وهي بتعمل وهي بتشد في الطبيعي ده 100% بيقفل الفتحه بتاعت الودان فما فيش اي مشاكل. لكن لو صناعي بتكب بتظبط. لا ولا ليه وشدت على كتافي ليه؟ كلام فاضي. وهي بتاخد الببرونه برفعها. ما هو هي الفكره كلها ان لو خدت الببرونه يبقى انا بوظت الدنيا دي. فحاول على قد ما تقدر. ماشي لما تبقى تنزل بقى، لما تبقى تنزل. نتكلم في موضوع الليل. زياده الوزن الطبيعي معاكي من 600 فما فوق. من 600 فما فوق، يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي الشهر الاولاني، الشهر الثاني، الشهر الثالث، الشهر الرابع بزيد لها، احنا دايما بنقولها كده متوسط ال 800 يعني 600 700 او 900000. دلوقتي احنا دلوقتي قايسين القياسه بتاعتنا كام يا بنتي؟ كده 4900. وزن الولاده كان كام؟ يعني كده 5 كيلو. 3 وقولي مثلا بعدها باسبوعين على الاقل البنت نازله. المنظر ده ما يديش 3 على فكره. المنظر ده ما كانش مدي ساعه الولاده 3، ممكن تبقى مديه 2.5. ولو 2.5 واحنا وصلنا 5 يبقى زي ده 600 اللي انا بقول لك عليه. يعني هي بتبان بشكل العيل الصغير. في عيل صغير يجي لي حجمه صغير بس ما عندوش علامات جفاف، يبقى انا كده ما عندهاش مشاكل مع الرضاعه. لكن في عيل تاني يبقى جاي وزنه دلوقتي 5 كيلو ويبقى جاي وناشف، ده معناه ان هو كان نازل 3.5 وحصل عنده مشكله. انت حضرت العيل اللي هو 3 شهور ونص، انا ما عملتش الفيديو بتاعه. 3 شهور ونص وجايب 4 كيلو، 4 كيلو وامه مورياني ال3 روشتات اللي موزونين معاه. وطلعت في الاخر خالص هما كانت بتعمل ايه؟ كانت بتخم في الصناعه ولا بتخم في المواعيد؟ بتخم في الصناعه. في الرضا. ده موضوع تاني. المهم يعني الزياده بتاعتنا اللي هو بنسميها رينج ال 800 يا 600 يا كيلو. فانت معاك الرينج ده. فلو انت حسبتيها 4 في 6 ب 24 ده الحد الادنى الكفاف خالص، يبقى 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص على وزن البنت اللي هم الرقم اللي معانا ده هو ده اللي ماشي معايا. يعني زيت 600؟ زيت 600 فما فوق. ماشي. وفي نفس الوقت كمان احنا بنجيب الكيرفات بتاعت كراسه الصحه وبنبتدي نعلم لك عليها عشان اشوف انا بنتي ماشيه كويس ولا لا. وبعدين البنت هتلاقيها نفس بنيه الجسم بالنسبه لك فما فيش اي مشكله.
بس ووزن ال 3 كيلو بتاع الولاده ده احتماليه الميزان بتاع اوضه العمليات يبقى مش مظبوط، احتماليه ان الممرضه تبقى كتبته كده مش بتحصل، احتماليه الدكتور وهو شغال يلا يا ابني 3 كيلو عشان نكتب لهم تقرير الخروج بيحصل، احتماليه ان العيل الصغير بينكتب الميزان بتاعه على اساس ان انا وزنته بالبطانيه الجميله بتاعت التيتا والطقم والثلاث حتت واروح وزن العيل الصغير. وده كان مع دكتور حبيبنا اللي كان في شبرا، ده اللي هو ايه بيجيب العيل شبرا، شفتها في كام مكان كمان، شفتها في اسماعيليه، بيجيب العيل هيلا بيلا ببطانيته ويحطه، لما يحب يكرم الاهل يفك البطانيه ويحط العيل، والعيل اساسا بيبقى نص كيلو هدوم. فبقيت بقولها كده، لو رحت الصحه او رحت عند حد ما شالش البطانيه يبقى شيل منها 3/4 كيلو، شال البطانيه شيل نص كيلو. جه عند اي دكتور من اللي هو من النوع اللي بيملط العيال الصغيرين وسايب بيعذبك انت وبنتك وقايل لك سيبي رجلين البت تسقع، يبقى دي ممكن تشيلي 200 جرام بس، اللي هم 3 قطع اللي فوق وحفاضه من تحت. فهمتيها؟ طيب خش بقى اللي بعديها، شفت انا اسرع منك ازاي؟ طيب انحناء الدراعين، بص يا تيتا طالما جابت دراعاتها لقدام ما تقلقيش، لكن مش قادره ترفع ايديها زي البنت الصغير اللي حاولنا يعمل اعصاب ما قدرش يرفعه، هشك في دي ان عنده اسمها دي يخلع يا نور في الضفيره. لا طالما بيجيب لي قدام ده خلاص انا ما عنديش مشكله، موضوع ان هي اول ما تبتدي تلعب والبنت ابتدت تحتف لك لورا ده ملوش علاقه بخلع الكتف، ده هي الفكره انها بتحاول توزن. انت بتعملي زي خلو؟ انا هقطعك كنيله وانت شباب بتمام. المهم يعني قشره الشعر نقطتين زيت زيتون شغاله معاكي. غسيل المناخير بنتي مش محتاجه، ولكن منعت رضاعه او كانت متضايقه من الرضاعه والنوم مع مامتها بالليل، مفيش مانع من ان انا اروح ايه بخخ لها بختين كده بالشفاط، اللي هو الشفاط اللي معانا ده. ده اللي معايا ماشي، واروح ماسك البيت الصغيره واروح مثبت راسها واروح بخه هنا وبخه هنا تبتدي تظبط معانا وصلنا كده. ماشي، يبقى ده اللي احنا بنظبطه، عاملاه بميه عاملاه بمحلول ملح مفيش مشكله. طيب التهابات البق لو منع رضاعه، يعني علامات البيضاء اللي في اللسان منع رضاعه اقول لك دي التهابات، ما منعش رضاعه يبقى ده لون اللبن الطبيعي ملوش علاقه بالفطريات. طيب التطعيم قبل الميعاد بيوم، في طلعه كده حضرتك بقى اللي هو ايه تروحي لابسه اللبس الميري بتاعك، انا جاي اطعم البيت. تمام يا فندم، عدى 28 يوم تعال هطعمك. انا بتريق يعني، بس هي الفكره كلها اللي هو ايه الصحه بتاعتنا ما بتقولش انت عندها قد ايه، انت عارفه ميعاد بنتك خشي طعميها صح غلط انت وبنتك. فانا بقول ده فين عشان انزل روح؟ ايه فين عشان انزل روح؟ وراق. طيب بصي، لا بس اللي جاي من ورا بتوع الوراق ان هم بيقيسوا العيال، فعلى غير اماكن ثانيه كتير. المهم بص عشان برضو ما نلومش على الناس ومش كل الصوابع قاعده معاها يومين وهي تعبانه قبل ما انزل الشغل. طيب بص حضرتك، انا الفكره كلها على بعضها، كسرت ال 28 يوم ممكن اطعم العيل الصغير، فانت قبلها بيومين قبلها باسبوع او بعدها، المهم تاخدي يومينك الاجازه انت وماما، وممكن نقول بابا كمان علشان خاطر البيت ايه هتبقى بتروق فين، فانا ما عنديش مشكله. طيب هتقولي لي بقى انا بدخل السيريال سواء كان السيريلاك ولا الهيرو بيعمل امساك ولا لا؟ ممكن يعمل امساك للعيال، اديه ولا ما اديهوش؟ انا مش محتاجه. طب انا محتاجه امتى؟ محتاجه لما تبقى تيتا خلصت بقى، خلاص انا كلام دلوقتي مع تيتا، خلصنا كل الخضار والفاكهه والحبوب ودخلنا على الفراخ ودخلنا على الكبده كمان وتيتا وايه لا المشروم على الثامن او التاسع بس، وجربنا المكسرات على السادس. فهي الفكره كلها اللي هو ايه تيتا جربت كل حاجه، خلصنا كل حاجه. ده لو هي لسه غاويه بقى في مره تروح عامله تجيب سيريلاك هاتيه وجربيه. طب اجيبه باللبن ولا اجيبه من الميه؟ اجيبه بالميه. طب ولا اجيبه باللبن؟ لا خليه من بعد السابع. طب لو علبه السيريلاك اتفتحت شهر، قد ايه؟ كل حاجه شهر من 15 يوم لشهر. تسخين الاكل في الميكرويف، بصي بقى كتله بحثا علشان خاطر نتفق اتفاق جميل قوي، اللي هو ايه؟ اللي هو بيقول لك انا جبت علبه الجونسون دي الميكرويف، بصي نقولها المبدا الاساسي وبعدين نقفله وبعدين نبتدي ندي الفايده، اصل انا يهمني ان انا عايز اطلع المعلومه كلها. دي الببرونه اللي فيها اللبن او ده طبق الاكل. الميكرويف لما جه سخن النقطه دي وسخن دي وساب المسافه اللي ما بينهم بارده، وسخن دي وسخن دي وساب ما بينهم بارده، فدي بيقول لك ايه؟ بيقول لك عنده نقط تسخين. طب وما بينها ما سخنتش، فالحته اللي سخنت تلسع، الحته اللي ما سخنتش ساقعه. هتقولي هقلب او هعمل، مش اكيده. فهو بيقول لك ان تسخين الاكل بالنسبه للعيال الصغيرين اختلف الكلام عليه، بس الاغلبيه قال لك ما عندوش منه مشكله. ده تسخين الاكل. تسخين اللبن لا، الكل قال لك موضوع اللبن بالنسبه للعيال سواء كان اللبن الطبيعي ولا اللبن الصناعي بحطه كده تحت باطي او احطه كده تحت الحنفيه الميه السخنه وابتدي اقلب فيه او طبق ميه سخنه واقلب كده مترابط، لو رجيت هيبوظ، لكن لو انت قلبت كده يبقى انت اديت الفايده بتاعتك.
فهو الاغلبيه هتسخني اكل، عايز تسخنيه في الميكرويف 30 ثانيه بس واعمليه ومفيش مشكله. صحي بالنسبه للعيل الصغير، الصحي هو التسخين العادي على النار. على النار بس. ده الكلام. كان في كلام انا لما قعدت اعرف الموضوع ده يقول لك ايه، اصل لو الميكروويف مشروخ ولا بايظ دي اللي ساعتها اقلق منه. الكلام التاني اللي هو طب هو صحي بالنسبه للعيل ولا لا، هو مفيش منه حاجه تخوف. فعشان كده بنتكلم لو انت دلوقتي حاطه وجبه وحطيتيها في الثلاجه وعايزه تسخنيها، او ماما عايزه تسخنها بسرعه ومفيش في امكانيه ان انا ادخلها في الفرن دلوقتي واشغلها دقيقتين، عادي ادخلها في الميكرويف 30 ثانيه. لو سخنت اكتر من مره. لا هو كله تسخينه مره من مره لمرتين بالكتير خالص، اللي هو ايه، اللي هو انا بسحب على قدي واسخن. ده الصح. اللي يسخن ده ما يرجعش، ده يترمي. بس موضوع اللي هو ايه، طب وهو بره طب هدفيه تاني، بيقول لحضرتك ان في خلال ساعتين الاكل بيتخمر. حتى لو انت عامله احلى اكل في الدنيا هيتخمر. هو بيقول لك مبدا الساعتين ومبدا الاربع ساعات اللي هو كان بيتكلم، بيقول لك الرز ما ينفعش تسخنيه تاني والكلام ده كله. هي ببساطه جدا الحاجه قبل ما تقفل الساعه، وخصوصا في اليومين دول الحاجه بتحمض وانت واقفه. فهي ايه، عملت حاجتك برديها بسرعه حطيها في الثلاجه. فاهمها؟ بس يبقى دي الاساسيه. الكحه خلاص قلنا لو الموضوع زايد بالنسبه لها، هي غسله مناخير والنوم على مخده، وممكن اعمل جلسات بمحلول ملح بس. التليفون والتلفزيون، يعني انا لو قلت لك اللي حصل معايا اليومين اللي فاتوا، ان التليفون بيتفتح كده بالمنظر، فلقيت البنت اللي عندنا رجعنا تاني. خدت بالك من الحركه؟ تعمل ايه؟ تغور التليفون. طب لو انا اللي ماسكه ليه؟ عشان تبطل عينك. لا ما تبطلش. طب لو سمعتها بس غير شغلي وسماعه عادي خالص، ان شاء الله شغلي اسمه دوت، شغلي دي جي جنبك. بس هي الفكره كلها لو حاجه شغاله زي اللي هو بيسموها ايه، اللي هو ماما، انا كماما لو انا بغني لبنتي وهي في وسط الغنى نفس الكلام عمال بيتعاد، لا خلاص نفس الكلام عمال بيتعاد زي بتاع الصباره الراقصه، يدخل العيل الصغير في انه ما بيركزش غير في الصيغه دي. فدي وحشه. لكن اللي هو ايه، ماما بتقعد تغني وبعدين بتنسى تغني اغنيه ثانيه، بعدها بتغني، بعدها بتتكلم كلمتين، فده الاصح. بس سخونيه التطعيم بغسل لها نص ساعه تحتاني بس، وما بديش خافض حراره. الفيدروب والحديد هيكتب لها دلوقتي. فتح اللبن الصناعي 28 يوم، قشر الشعر قلنا نقطتين زيت، وافرك وبفرشه الشعر واعمل على جنب، والشعر يطلع في ايدي ولا بتاع. بس جميله قوي. شيكو جميله قوي. لا 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 لا، والنعمه جميله. طيب المغص والانتفاخ بنتكو كبرت، الاسهال والامساك لها انها تعمل اللبوس عادي، اللبوس مره كل 3 ل 5 ايام، والاسهال لها كل قد ايه ولا؟ لا لما تاكلي كله هينتظم. لو قعدت شهور تاخد اللبس. لا معاك لحد 5 بس. رضع على رضع، مفيش حاجه اسمها رضع على رضع. انا جمعت لبن هنا اهو، ده بتاع الساعه 2، وجمعت اللبن بتاع الساعه 3، وجمعت اللبن بتاع الساعه 4، وجمعت اللبن بتاع الساعه 5. ما تحطوش جنب بعض. يجوا الساعه 6 اروح جايبهم كلهم كده واروح حاططهم كده مع بعض. ما ينفعش تحطهم على بعض كده يبقى بس. عملنا كده خلاص. يلا يا عم. فهمت حاجه؟